الجماعة الستات دول اخويا بيحبوا يوفر جو في البيت. اذا ربنا اراد ورحت اشتريت لك كيلو فراولة وكيلو جوافة وروحت البيت، ها، الجوافة طبعا ايه بتقعد لها يومين تلاتة، لكن الفراولة يا اخويا ما بتكملش يوم وتلاقيها ايه جيت بعيار. اذا خدت لك 4 حبات 5 حبات يبقى انت ايه خدت من الكيلو، وشويتين وتلاقي الخلاط اشتغل. طب اخويا الخلاط اشتغل وفيه يا اخوانا احنا ناكل حاجة حلوة النهاردة؟ تلاقي لك اخويا كوباية اللبن بالفراولة جاية لك وتقول لك خد اشرب. طب جه منين الفراولة دي جت منين يا اختي؟ طب احنا مش خلصناها الفراولة؟ تقول لك لا على الشوية اللي كانوا متبقين عملتهم لك عصير. واه، وجع سودا ومنالة بطين اسود، ما اللي انت عملتهم عصير دول كلهم كانوا وحشين طيب. يعني انت لما حطيتهم اخت في الخلاط دلوقتي انت زرعتهم من جديد. ما احنا كلناهم هنتعب، شربناهم هنتعب، ما داخلين جوا معدتنا يا اختي. وتحاول اخوات تخليها تشرب كوبايه تقول لك لا انا ماليش في الفراوله ام لبن. طب ما لا تشربينا احنا سم بس يعني. تيجي يا خالي الجوافة نفس القصة، تبقى تاكل جوافة والدنيا حلوة معاك وأول ما يقعد يومين تلاتة وتلاقي إيه اطلق على الخلاط. طب الخلاط ده دلوقتي هو بيصنع الحاجات دي من جديد ولا بيزرعها من جديد؟ ما بايظ يا أخت. طب هي يا أخت تقول لك لا ده وجع البطن جال ولا كب الطبيخ. طب احنا دلوقتي بطننا دلوقتي قاعدة تمخص. فانتوا خلي بالكوا يا اخوانا من موضوع الفراولة والجوافة، إذا عملت لك شوية عصير لبن بفراولة ولا بجوافة ما تشربش يا اخويا، كده كده يا اخويا هتجيبك انت ونصيبك.